وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. واذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا لكم ادخلوا بيت المقدس وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان شئتم أكلا هنيئا واسعا، وكونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله، واسألوا الله قائلين ربنا حط عنا ذنوبنا نستجب لكم وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابا على إحسانهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العمل وحرفوا القول، فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا حبة في شعرة مستهزئين بأمر الله تعالى. فكان الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم عذابا من السماء بسبب خروجهم عن حد الشرع ومخالفة الأمر. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا من نعم الله عليكم لما كنتم في التيه ونالكم العطش الشديد، فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه وسأله أن يسقيكم، فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر، فلما ضربه تفجرت منه 12 عينا بعدد قبائلكم، وانبعث منها الماء، وبينا لكل قبيلة مكان شربها الخاص بها حتى لا يقع نزاع بينهم، وقلنا لكم كلوا واشربوا من رزق الله الذي ساقه إليكم بغير جهد منكم ولا عمل، ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمللتم من أكل ما أنزل الله عليكم من المن والسلوى، وقلتم لن نصبر على طعام واحد لا يتغير، فطلبتم من موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضرها وقثائها يشبه الخيار لكنه أكبر، وحبوبها وعدسها وبصلها طعاما. فقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبكم أتستبدلون الذي هو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو خير وأكرم وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب؟ انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها. وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم لازمهم الهوان والفقر والبؤس، ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته،
وقتلهم انبياءه ظلما وعدوانا، كل ذلك بسبب انهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده.